اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم سومة من مطبخ سومي سومة. النهاردة هنعمل السمك المرجان بطريقة بسيطة وسهلة. انا بجيبه من عزبة البرج، بيبقى طازة كده وبريحة البحر وجميل قوي. هنعمل تتبيلة سهلة خالص وبسيطة، هتديله طعم وريحة حلوين قوي. معايا فلفل اسود وملح وكمون وكزبرة، و10 فصوص توم وليمون. بدق التوم كويس جدا، وبدق معاه الفلفل، وبحط عليه التوابل الكمون والكزبرة وشوية فلفل اسود صغيرين وملح وليمون. وبتبله من جوه كويس، وبعدين كمان بحط تتبيله عليه من بره، وبرش عليه ليمون كده، ليمونتين من بره بيدوله طعم وريحه حلوين قوي. وبعدين بسيبه في التلاجة عندي لمدة نص ساعة كده يتشرب يعني من التتبيلة. بحط التتبيلة جوه وبره كده وبسيبها عليه، وبعمل اخرام برضو في السمكية كده صغيرة بالسكينة، علشان التتبيلة يعني من بره كده تدخل فيه ويبقى ريحته وطعمه شاربين منها، ويطلع يعني طعمه حلو في القلية يعني. بعدين بعد ما بيقعد في التلاجة نص ساعة كده بطلعه، واجيب عندي بقى الدقيق. يعني بحط فيه شوية توابل برضو وملح، علشان لما باجي ابدر السمك بيه كده بيبقى شارب من الدقيق والتتبيلة اللي على الدقيق. وبحط معلقتين نشا، عشان النشا هي اللي بتخليه مقرمش من بره كده وجميل وما يطراش. بحط نشا وكمون وفلفل اسود وكزبرة وملح، وبقلب مع الدقيق كويس قوي. وبعدين ببدر الدقيق كويس، وباجي على زيت سخن وغزير وبحط فيه السمك. لازم الزيت يكون سخن قوي علشان السمك يقرمش من بره كده وما يطراش. بس هيطلع لونه تحفة وجميل قوي، وريحته وطعمه يجننه. جربوه يا حبايبي. السمك المرجان طعمه جميل جدا في القلية، هيعجبكم ان شاء الله. متنسونيش من اللايك والاشتراك ودعمكم من القناة، والسلام عليكم.